صداع من كتر العظمة. النهاردة الأهلي عمل عظمة عشان نبقى متصدرين الدوري بفارق 5 نقط. والنهاردة كان صريخ ضحك بقى من الناس التانية. بس قبل أي حاجة انزل بسرعة اعمل لايك لو انت أهلاوي، وتكتب في الكومنتات كل ملوخية وانسى اللي حصل من الداخلية. ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو. الأهلي بيتصدر على عرش الدوري بفرق 5 نقط، وخمسة في عين الحسود واللي ما يصليش على النبي، عشان النهاردة كانت ليلة حمرة، ليلة بتشيرت الأهلي. مش عشان النهاردة الخميس، لأ، عشان الأهلي النهاردة متعنا وكسب إنبي 2-0 ويكسب 3 نقط مهمين جدا. بس أنا النهاردة مش هطلع أتكلم على تحليل في الماتش بتاع الأهلي ولا أي حاجة، عشان كلنا عارفين اللي هيتقال. عشان الأهلي النهاردة قدم مباراة كانت حلوة، أو زي ما أقولك كده جيد، لأن لسه في أحسن وفي تطورات أحسن وأحسن. أولا مبروك للأهلي وجماهيره. ثانيا مبروك عودة مجدي قضية، مش بس الهدف، لا، ثبات ودقة تمريرات. بس نفكنا شوية من الشو ونركز في الملعب. عبد القادر 3 أو 4 اختراقات ناجحة. حسين الشحات كان مالي جبهته تماما وكان عامل خطورة على مدار الشوطين. طبعا أبو ليلى رمانة الميزان كالعادة، وأسيست كده لقفشة بلمسة سحرية. أما الدبابة بتاعتنا اللي جاب هدف كده إيه حكاية، ديان اللي كان رجل المباراة. نخش بقى على الزمالك والداخلية، وطبعا تعادل بخيبة لجمهور الزمالك عشان الحنفية ابتدت تنقط. وطبعا الحنفية لما بتبتدي تنقط بنبتدي بقى ساعتها ان احنا نضحك، واللي يضحك طبعا التصريحات اللي بتطلع. بس التصريحات مش من اللعيبة، لا، ده من رئيس النادي، عشان تصريحات تستفزني انا كشخصيا. يعني ايه كل مرة تطلع تقول لي انا مش هكمل المسرحية دي وان انا هنسحب من الدوري؟ مش نخلص بقى من الحدودة دي؟ كل مرة كده بنقعد نسمعها وفي الاخر بترجع وتلعب تاني. حنفي خلاص هتنزل المرة دي فحفظناها، ويا ريت بقى نغير الاسطوانة دي. ولا دي اسطوانة كده كل مرة قبل الماتش بتاع الاهلي؟ اصل انا عارف لما الميعاد بيقرب بتبتدي الركب تخبط في بعضها. تاني حاجة، في حد يطلع يفضح لعيبته بالشكل ده؟ حد يطلع يقول فتوح وعبد الله معروضين للبيع وان هما يتعرضوا لكشف طب عشان شكلهم بيشربوا مخدرات؟ اما باكين شمال صحيح. ومره نطلع نقول بن شرقي بتاع نسوان. يا جدعان المفروض الحاجات دي تبقى بينكم وبين بعضيكم مش على السوشيال ميديا. بس ده الفرق في العقليه. وبعدين تطلع تقول لي اصل انا ما ينفعش اكسب 3 دوري ورا بعض. ليه يا عم؟ خد يا عم الدوري، مش عايزينه احنا يوم ما بننافس على افريقيا، كاس عالم للانديه، انما دوري ده فاحنا عندنا منه كتير. اما بقى مش كل ما تخسر تطلع تجيب سيرة بيبو وتقول اصل هما لازم يكسبوا بيبو عشان ما يزعلش. مفيش الكلام ده، خليك انت في حالك. احنا بس فريقنا بقى المرة دي فايق، وانت عشان شايف فريقك ابتدى ان هو يقع فبتطلع تقول الكلام ده. فركز في فريقك والنبي وشوف لعيبتك اللي مسارحة كده وعمالين ايه، واخد بالك انت؟ ولا هو الحرقان في 100 عقبة شغال؟ فكوكوا بقى من سيرة الاهلي، عشان لو الاهلي كانت عادة لو خسر النهاردة ما كنتش طلعت ولا عملت التصريحات دي كلها، ولا كنا سمعنا حد طلع يتكلم. بس هو الحرقان شغال، هنقول ايه؟ عايزين نجيب لهم كناكوم. ومتجيش تقول لي انا كان ليا ضربة جزاء. انت المهاجم بتاعك مش فاهم اللي اسمه سامسون ده، يعني الواد بيشدك اقع عشان تاخد ضربة جزاء، لكن هو كان خايف يقع احسن يجيب شاشة. بس هنقول ايه؟ كل ملوخية وانسى اللي حصل من الداخلية. انزل بقى لو انت اهلاوي اعمل لايك واكتب كده في الكومنتات. عارفين انا طالع ليه بقى بعيد عن اللوكيشن بتاعي؟ وايه اللي خلاني طلعت وقلت كده؟ عشان بصراحة الكلمتين دول كانوا محشورين في زوري. كل ملوخية وانسى اللي حصل من الداخلية. اقول لكم على حاجة كمان، سديتوا نفسي. طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الفيديو. سلام.